انا لحد دلوقتي مش عارف شيكابالا تم استبعاده من مباراة الاهلي والزمالك ليه. دي حاجة غريبة بالنسبة لي ولحد دلوقتي مش عارف السبب. تاني حاجة، قناة الاهلي والزمالك طول النهار عاملين بث مباشر للقناتين مع بعض وبيستضيفوا اعلاميين طول الموسم وطول المواسم اللي فاتت، عمالين يلقحوا بالكلام على بعض وعمالين يطلعوا اشاعات على بعض وعمالين يضربوا في بعض. فجأة كده قناة النادي الأهلي بتعمل فيديو لطفلين أو لمشجعين لنادي الزمالك والنادي الأهلي وإخوات والدنيا تمام وزي الفل. المباراة اللي مفيش أي أهلاوي كان يتوقع أن النادي الأهلي يطلع متعادل بس فيها، مش مجرد أن هو يفوز على نادي الزمالك بالسكواد الحالي. تشكيل نادي الزمالك غريب وفيه عجائب الدنيا السبعة كلها. انت معاك في مباراة شبه دي المفروض تنزل بلعيبة بتقتل نفسها في الملعب، نازل بأدم كايدة اللي بيكون نايتي وما بيدافعش وما بيهاجمش وما بيضغطش وما بيبصيش وما بيرفعش وما بيعملش اي حاجة خالص بالكورة، تضيع الجبهة الشمال بتاعتك اللي المفروض ان انت ترفع اوفرات للاعب زي عدي الدباغ. ادي رقم واحد من المدير الفني فيريرا. الناحية التانية عمر جابر، الزمالك ما عندوش غيره، بس برضه لازم تعمل حسابك في نص الملعب علشان خاطر يكون في لاعب يسند مع خوان الفينا اللي كان ضايع النهارده بسبب ان مفيش مسانده معاه، بسبب الضغط الكتير اللي كان عليه، بسبب المسافه البعيده اللي كان بيلعبها. نص الملعب حدث ولا حرج، بتلعب بدونجا في نص الملعب، حاجه غريبه في مباراه شبه دي. الزمالك اول ما بدا اللقاء باص 2 3 كان قدام منطقه ال 18 بتاعت النادي الاهلي، كورتين خطرتين اهداف مؤكده ضاعوا. قلنا ماشي، لسه في بدايه المباراه، لسه اللعيبه ما سخنتش، الدنيا لسه ما ظبطتش. الزمالك يجيب ضربه جزاء يتقدم على النادي الاهلي، فجاه نص ملعب نادي الزمالك التلت الدفاعي بتاع نادي الزمالك مش موجود ابدا. اللعيبه راحت فين يا جدعان؟ الكادر مش جايب ولا لاعب من لاعيبه نادي الزمالك في نص الملعب. اللعيبه راحت فين؟ قعدوا مع محمد صبحي جايبين كوبايتين شاي وقاعدين يشربوا شاي مع بعض. اول ما بانت الرعونه من لعيبه نادي الزمالك نزلت بوست على الصفحه وكتبت فيه فين دور المدير الرياضي في نادي الزمالك. المدير الرياضي في مباراه شبه دي لازم يحمس اللعيبه، لازم يخلي اللعيبه تنزل تقتل نفسها في الملعب او تستقتل على الكوره بمعنى اصح، ينزلوا يضغطوا ضغط عالي، ينزلوا في الالتحامات التحامات جامده على اللعيبه بتاعت المنافس علشان خاطر يخوفوا، علشان خاطر يركب المباراه بلغه الكوره. لعيبه الزمالك النهارده مفيش حد فيهم لعب كوره خالص، حتى عبد الله السعيد اللي كنا مراهنين عليه النهارده بيشوط ضربه الجزاء على محمد الشناوي الحارس الطويل، بيلعبها له كرة أرضية وكرة سهلة وبيوري محمد الشناوي تعالى شوف أنا هشوطها فين، وبيلعبها له سهلة وكرة أرضية تتصد. لولا تدخل الحكم والفار اللي أنقذ الزمالك وأعاد ضربة الجزاء مرة تانية. لاعيبة نادي الزمالك تسكت على كده؟ فيريرا يسكت على كده؟ مفيش خالص. طول المباراة الكاميرا على عماد النحاس والجهاز الفني للنادي الأهلي، والجهاز الفني في نادي الزمالك مش موجود أبدا. طب فين يا جدعان الأداء اللي في الملعب؟ مفيش. طب فين رد فعل المدير الفني؟ مفيش. فين رد الجهاز الفني؟ مفيش. فين رد المدير الرياضي؟ مفيش. فين رد أي حد خاص بنادي الزمالك؟ مش موجود النهارده خالص. الزمالك النهارده كان، انا من وجهة نظري وده اللي انا توقعته او ده اللي انا استنتجته بسبب الاحداث اللي حصلت من اول اليوم لبعد النادي الاهلي ما فاز على نادي الزمالك، او من بعد النادي الاهلي ما جاب الهدف الاول والهدف الثاني وكان هيجيب الهدف الثالث والرابع والخامس وكان هيفوز على الزمالك بسكور، هي ارض اكتوبر. النادي الاهلي واقع، نادي الزمالك في افضل لعيبه في الكره المصريه، نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، نادي الزمالك مستقر، النادي الاهلي واقع، النادي الاهلي من غير مدير فني. طيب خلاص تعالى بقى يا باشا، في ارض اكتوبر قصاد رجوع الثقه للنادي الاهلي ورجوع الثقه لجماهير النادي الاهلي، ولازم الشارع المصري يبات فرحان بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك. الشارع المصري النهارده كله بيضرب صواريخ، فرحانين، بيحفلوا، مبسوطين، الدنيا تمام وزي الفل. جمهور الزمالك يولع بقى ببنزين وسخ يتحرق، ملوش لازمه نادي الزمالك. في حلقة أنا كنت صورتها قبل كده في الصفحة اللي اتقفلت هنزلها لكم، بتتكلم عن قوة نادي الزمالك قدام قوة النادي الأهلي، وبتكلم فيه على مجلس إدارة النادي الأهلي وإعلام الأهلي وجمهور الأهلي قصاد أو ضد جمهور الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك وإعلام الزمالك. الحلقة
ظهرت النهارده او اتحققت النهارده. النادي الاهلي بالقوه بتاعته قدر يكسب او يفوز على نادي الزمالك النهارده. القوه بتاعته بقى اتحققت فين؟ ان الاهلي واقع، لازم نرجع النادي الاهلي وجمهور الاهلي يروح مبسوط والدنيا تمام وزي الفل. وان شاء الله بكره الصبح هنلاقي خبر رجوع ارض اكتوبر لنادي الزمالك، ودي اللي انا اتكلمت عليها في حلقه قبل كده، ان ارض اكتوبر هترجع لنادي الزمالك بس بشروط على مجلس اداره نادي الزمالك المنبطح.